مشاهدينا متابعينا في كل مكان، مرحبا بكم من خلال أحداث هذه المواجهة التاريخية الكبيرة المنتظرة هنا في الدور ربع النهائي من منافسات بطولة أفريقيا. ويا سيدتي وسادتي مع النشيد الوطني المغربي. لمتابعة البث المباشر لمباراة المغرب والكاميرون بعد قليل سيكون البث بجودة عالية وحصريا. كل ما عليكم هو الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل زر الجرس ليصلكم البث فور انطلاقه مباشرة. استعدوا لمتابعة واحدة من أقوى مباريات الموسم ضمن منافسات ربع نهائي كأس أفريقيا المغرب 2025. تقام مباراة ربع النهائي بين المنتخب المغربي ونظيره الكاميرون اليوم الجمعة 9 يناير 2026 على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، وتنطلق صافرة البداية على الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت قطر والسعودية. تنقل المباراة حصريا عبر قناة بي سبور ماكس 1 والرياضية المغربية TNT. تشير المواجهات السابقة إلى أفضلية تاريخية لصالح منتخب الكاميرون، حيث التقى المنتخبان في 13 مباراة. فازت الكاميرون في 6 مباريات وفاز المغرب في مباراتين فقط، وانتهت 5 مباريات بالتعادل. وعلى ملعب الأمير مولاي عبد الله فازت الكاميرون في مباراتين من أصل 3 جمعتها بالمغرب على هذا الملعب. وفي إطار كأس أفريقيا تحديدا التقى المنتخبان في 3 مباريات، فازت الكاميرون في 2 وتعادل مرة واحدة دون أي فوز للمغرب. آخر مواجهة بينهما في الكان تعود لسنة 1992 في داكار، حين فازت الكاميرون بهدف دون رد سجله أندري كانابيكو. كما تواجه المنتخبان في نصف نهائي نسخة 1988 بالدار البيضاء، وفازت الكاميرون أيضا بهدف دون مقابل. ورغم التفوق التاريخي للكاميرون يدخل المنتخب المغربي اللقاء بمعنويات عالية جدا، خاصة بعد فوزه العريض في آخر مواجهة بين الطرفين بنتيجة 4-0، إضافة إلى عامل الأرض والجمهور الذي سيكون حاضرا بقوة لدعم أسود الأطلس. غير أن المنتخب المغربي سيفتقد لخدمات كل من عز الدين وناحي وسط الميدان وغانم سايس قلب الدفاع بسبب الإصابة، وهو ما قد يؤثر على التوازن التكتيكي للفريق. كل المعطيات تؤكد أننا على موعد مع مباراة قوية ومثيرة تجمع بين التاريخ الكاميروني والطموح المغربي بصدام لا يقبل أنصاف الحلول، والمنتصر فيه سيضع قدما في نصف نهائي البطولة القارية. من تتوقع أن يحسم القمة، المغرب أم الكاميرون؟ شاركونا توقعاتكم في التعليقات.